السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت الممثلة والمنتجة التونسية سونيا بالقاسم جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر نشرها لتدوين على حسابها الخاص قالت فيها أنها قامت باقتناء 5 خرفان لفائدة أصدقائها من أهل المهنة المحتاجين، مما أثار انتقادات التونسيين معلقين اللي يعمل الخير ما يحكيش به. وجاء في تدوينتها عيد اسماء شريت 5 علالش فرقتهم على أصدقائي من أهل المهنة والمحتاجين واللي عندهم عائلات في رقبتهم وقصدوني باش نعاونهم باش يفرحوا عائلاتهم، يجعلوا في ميزان حسناتي كما عاونت برشا ناس اخرين قبلهم، وديما نقولوا يجعلوا في ميزان حسناتنا. وبعد الانتقادات التي طالتها قامت سونيا بفسخ تلك التدوينة وقالت: نزولا عند طلب الناس اللي تحبني هاوك فسخت، أما من هوني لنهار العيد النجم نهبط لكم قائمة بالأسامي متاع الأنذال الحقيرين الطماعة المنافقين اللي ما يحشموش، اللي عاونتهم أكثر من مرة، هم من البلاصة يسبوا فيا أو يحكوا عليا، وهذا أقل حاجة النجم نعملها لأي حيوان صدق روحه. أنا من نوع أفضح ما تستر حد، اكشفهم على حقيقتهم عادي باهي، على خاطر هكاكا اتعلمهم درس في الحياة. وإلى هنا أترككم أصدقاء القناة في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.